بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. فدي رسالتي ونصيحتي لأخويا وحبيبي الشاب المؤمن الطيب اللي قلبه مليان حب لله رب العالمين ونفسه يتوب، يقعد بينه وبين نفسه ويقول له يا رب أنا نفسي أقربك، يا رب نفسي أمشي في طريقك. دي رسالتي ونصيحتي لأخويا وحبيبي اللي عايش طول عمره في معركة مع نفسه الأمارة بالسوء، ومعركة مع الدنيا خبطوا يمين خبطوا شمال، ومعركة كبيرة أوي 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 مع الشيطان. والمعركة دي بينه وبين الشيطان والعداوة مش جديدة، دي بدأت من يوم ما رفض إبليس السجود لأبينا آدم عليه السلام ومستمرة إلى يوم الدين. يعني عداوة الشيطان ليا وليك إلى يوم الدين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا إن الشيطان عدو لنا وقال لنا فاتخذوه عدوا. الشيطان ليه مكايد وليه مصايد وليه حيل يحتال بيها علي وعليك، ويحط العقبات بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. فالشاب اللي ما يعرفش حبايله ومصايده ومكايده حيران، مش عارف يوصل، مش عارف يمشي في طريق ربنا. نفسه يا رب نفسي امشي في طريقك، يا رب نفسي ابقى في زمرة الصالحين، يا رب نفسي ابقى في زمرة الصالحين، ابقى من الاتقياء، يا رب انا مش لاقي السعادة، يا رب نفسي يا رب امشي في طريقك اللي كله نور وكله سعادة. طيب عشان ما اطولش انا هقول لك ان شاء الله اول عقبة بيحطها لك الشيطان في الطريق، واول مصيدة واول مكيدة بيحطها لك عشان ما تقربش من ربنا. سامحني، بيضحك بيها عليا وعليك عشان تفضل تكنز في السيئات والآثام وتفضل في تعاسة. والله تفضل في تعاسة طول عمرك. ليه؟ لأنك ما تقدرش تسعد نفسك. ليه؟ لأن قلبك مش في إيدك. والله قلبك ما في إيدك، قلبك في إيد الملك، هو يسعده أنت مهما تعمل. عشان كده تلاقي اللي بيشرب وبيزني وبيسهر كل يوم وبيعمل وبيسوي مش سعيد، بالعكس. عشان برضه اقولها تاني، عشان قلبه مش في ايده، ده قلبه في ايد ربنا، والسعاده في ايد ربنا. وبعدين ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. طيب اول عقبه واول حيله واول مصيده يقول لك ايه؟ انت ناوي تتوب؟ بالله عليك تسمعني، بالله عليك يا حبيب قلبي اسمعني. والله لعل الكلمتين دول والله يكونوا سبب في هدايتك. والله هو انت ناوي تتوب؟ كان غيرك اشطر. انت عملت وعملت وسويت، انت نسيت. فاكر اليوم الفلاني، فاكر انت عملت قد ايه وسويت ايه تضحك على مين؟ تضحك على ربنا اللي زيك ملوش توبه يا حبيبي. ده كلام مين؟ كلام ابليس. فيا عين الشاب تخش عليه الحيله. صحيح، وربنا هيتوب عليا من ايه ولا من ايه ولا من ايه ولا من ايه، وانا هضحك على ربنا؟ دي شبهه بقى. دي شبهه. اول عقبه انه يأسك من رحمه الله ويأسك في التوبه، وخلاص تسلم له بقى. سلمت خلاص،
وتكتر من المصايب وتكتر من البلاوي وتكتر 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 وتجمع سيئات وآثام وخطايا وذنوب. طيب أنا النهاردة جاي عشان أقول لك إزاي تتغلب عليه، وإزاي ترفع أول عقبة حطها بينك وبين ربنا، اللي هي تضحكش على ربنا. أنت مالكش توبة، لا أنت ليك توبة. توبة والله العظيم ليك توبة. أنت نسيت ولا إيه؟ أنت نسيت إن ربنا اسمه التواب؟ أنت نسيت إن ربنا اسمه الغفور، الغفار، العفو، الودود، الودود. أنت نسيت ولا إيه؟ اوعى تنسى أسماء ربك الحسنى، اوعى. توبة، لا وكمان ده باب التوبة مفتوح على مصراعيه على الآخر، والله والله العظيم مفتوح، مش هيتقفل إلا في حالتين. الحالة الأولى إن الروح تبلغ الحلقوم والعبد يغرغر. عشان كده فرعون لما أراد التوبة حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن قد عصيت قبل وكنت من المفسدين. باب التوبة هيتقفل عند الغرارة، إن العبد روحه تبلغ الحلقوم خلاص. وهيتقفل باب التوبة إذا خرجت الشمس، إذا طلعت الشمس من مغربها. غير كده باب التوبة مفتوح لكل الناس. إيه؟ لكل الناس؟ ركز في كلامك يا عم الشيخ. لا والله لكل الناس، لكل الناس. والله عارف الحرامي اللي بيسرق أموال الناس ويأكل أموال الناس بالباطل ده، الحرامي ده يتوبة والله، حرامي والله يتوب. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ياه، والله العظيم. طب انت عارف قطاع الطرق؟ قول لي بقى كمان دول ليهم توبه. والله ليهم توبه. ده الكلام ده من عندك والله، ما من عندي. امال من عند مين؟ من عند الملك. قطاع الطرق اللي بيقفوا يقطعوا الطريق، اللي بالبلدي كده بيقفوا يثبتوا الناس، احنا بنقول بيثبتوا الناس ويفتشوا الناس، ربما قتلوا الناس. والله ليهم توبه. فين؟ في المائده، والله في سوره المائده، والله في سوره المائده. معقوله؟ معقوله والله، والله ربك اللي بيقول. قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. إلا الذين تابوا. يا الله، حتى قطاع الطرق لهم توبة. والله عشان كده اوعى يضحك عليك، اوعى يضحك عليك. الفضيل بن عظمة كان من قطاع الطرق. الفضيل رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، رجل زاهد عابد ورع إمام، كان من قطاع الطرق وتاب الله عليه. طب انت عارف أصحاب الأخدود عملوا ايه في المؤمنين ومع ذلك ربنا فتح لهم باب التوبة؟ أصحاب الأخدود، قصة الشهيرة أصحاب الأخدود. يا الله، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. اسمع، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، تاني، ثم لم يتوبوا أي لو تابوا لتاب الله عليهم. ده مين؟ يا الله يا ربي، سبحانك يا رب، يا ودود يا تواب يا رحيم. يعني لو كانوا تابوا كان تاب الله عليهم. حسن البصري يقول لك انظروا إلى الجود، عذبوا أولياءه ومع ذلك يدعوهم إلى التوبة. الله الله الله. يعني كمان أصحاب الأخدود كان ليهم توبة. والله لا كمان، ده مش دي بس. إيه تاني؟ أنت عارف
إن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قالوا إن الله ثالث ثلاثة والعياذ بالله، ليهم توبة لو تابوا من ذلك؟ لا معقول. والله العظيم من عندك، والله من عندي برضه، من كتاب ربنا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يا الله، سبحانك يا رب، سبحان الملك، سبحان الغفور الغفار، سبحان التواب. لا مش كده بس، انت عارف ان المنافقين، لا ما تكملش، المنافقين ايه؟ لا والله المنافقين لهم توبة. المنافقين اللي أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، اللي أظهروا الإيمان بلسانهم وأبطنوا في قلوبهم الكفر، والله لهم توبة. فين دي؟ اسمع، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. طب اسمع، انت عارف ان المشركين ليهم توبة لو تابوا؟ لا ده كده بالبلدي بقى، بالبلدي بلغة الشباب زينا، انت كده اوفر قوي. لا والله ما اوفر ولا حاجة. المشركين، والله المشركين لو ما فيش توبة للمشركين ما كانش في عمر بن الخطاب، ما كانش في خالد بن الوليد سيف الله، ما كانش في عمرو بن العاص فاتح مصر. مشركين. والله العلي العظيم. ايه ده؟ قال تعالى بعد ان تكلم عن المشركين في سورة التوبة، قال اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. سبحانك يا ملك. اوعى يضحك عليك ويقول لك مالكش توبة، بقول لك المشركين ليهم توبة. اسمع دي، بل الكافرين كمان ليهم توبة. لا ده كده كتير قوي 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 قوي. لا والله ما كتير على ربنا، والله يا حبيب قلبي يا اخويا ما في حاجة كبيرة على ربنا. كافرين، الكافرين. قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. سبحانك يا رب. طيب انت بقى عملت ايه من كل اللي فات ده؟ سرقت، ليك توبة، قطعت الطريق، ليك توبة. عملت ايه؟ هل انت اشركت؟ حتى لو اشركت ليك توبة. احنا قلنا قال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا، خلي بالك من اسرفوا، تحط تحتها 1000 خط. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. حط تحت جميعا 1000 خط. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله، شوف ربك فاتح لك باب التوبة إزاي. يقول لك يا عبدي تعالى في الحديث الصحيح إن العبد إذا أتى الله عز وجل ماشيا أتى الله عز وجل إليه هرولة. يا الله، مع إنه مش محتاجك في حاجة، والله ربنا ما محتاجك في حاجة، لا محتاجني ولا محتاجك ولا محتاج عبادة أحد. لو كل الناس كفروا والله ما يضروا شيء، ولو كل الناس أمنوا والله ما يزيدوا شيء. في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. والعكس، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل
ما نقص ذلك من ملكي شيء. يا الله، ربنا سبحانه وتعالى مش محتاجك ولا محتاجني، والله انت اللي محتاج والله وانا اللي محتاج. انت والله اللي محتاج ربنا. قل له يا رب، يا رب سامحني يا رب، يا رب انت فتحت باب التوبة للكفار المشركين المنافقين وكل يا رب يا رب يا رب توب علي. هيتوب عليك والله، والله العلي العظيم هيتوب عليك. اسمع، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، أرأيت من عمل الذنوب كلها، أرأيت من عمل الذنوب كلها وما ترك حاجة ولا داجة إلا فعلها، هل له من توبة؟ رجل ما عمل كل شيء، دي توبة يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يعني له توبة. فقال الرجل يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ الغدرات والفجرات دي كلها اللي أنا عملتها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وغدراتك وفجراتك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له توب، يتوب عليك ربنا، اعمل حسنات تبدل سيئاتك حسنات. قال له يا رسول الله، قال له غدراتك وفجراتك. سبحان الملك، سبحان الملك. يا حبيب قلبي، والله العظيم ربنا جميل. إن الله جميل. انت عارف إن ربنا سبحانه وتعالى بيفرح؟ هذه يعني حاجة سبحان الله سبحان الله، لولا أنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الواحد ما كانش يقدر يستوعبها. ربنا بيفرح بتوبتك إذا تبت إليه. ربنا الملك بيفرح إذا أنت تبت إليه، يفرح بيك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إن ربنا يفرح فرحا أشد من رجل كان في صحراء ومعه الراحلة بتاعته عليها الطعام والشراب. راجل في صحراء مع الراحلة عليها طعام وشراب، فجلس يستريح فانفلتت منه الراحلة، هربت منه الراحلة وعليها الطعام والشراب في الصحراء. فبحث عنها الرجل فلم يجدها، فرجع إلى مكانه، قال بقى أنا ميت أرجع أنام مكاني استريح شوية. فاستيقظ فإذا بالراحلة عند رأسه، لقاها فأخذ بخطامها، مسك بزمامها كده، وقال من شدة الفرح. تخيل بقى فرح الراجل ده اللي كان خلاص هيموت، ومرة واحدة لقى الطعام والشراب والراحلة رجعوا له تاني. فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. ربنا بيفرح فرح أشد من فرح هذا الرجل بيك. يا أيوه. فاوعى يضحك عليك، اوعى يقول لك انت مالكش توبه. لا، انت ليك توبه، والله العظيم ليك توبه. وابدا من دلوقتي، ابدا من دلوقتي. عاهد ربنا على الصلاه، عاهد ربنا على الاخلاص، عاهد ربنا على الصلاه، وسيبك من اصحاب السوء. ان شاء الله باذن الله لو حيانا ربنا وعملنا رساله ثانيه هنكمل بقيه العقبات. اول عقبه انا هقول لك مالكش توبه، لا ليك توبه. سيبك. صاحبك ده اللي هو صاحب السوء، اول ما هتمشي في طريق ربنا هيقول ايه؟ ادعي لنا يا عم الشيخ، خدنا على جناحك يا شيخ. يا عم وانت هتقدر تكمل صلاه؟ انت يومين وهتسيب الصلاه. يا عم انت هتمثل، انت هتعمل لنا فيها مولانا كده. سيبه. اذا كان صاحبك ده هيقف حجر او هيقف سد بينك وبين ربنا، لا ابعد عنه. عرفت تاخد بايده كان بها. هنتكلم ان شاء الله عن صحبه السوء، هنتكلم عن كل ده ان شاء الله. لكن في الختام عايز اقول لك اوعى الشيطان يضحك عليك ويقول لك مالكش توبه. والله ليك توبه، ولو عملت ايه ارجع له والله هيسعدك، والله هيفرحك، والله هتعيش حياه هنيئه الى ابعد ما تتصور. والله سيبك من الحياه دي بقى، ملهاش لازمه. سيبك من حياه المعاصي، سيبك من الحياه، سيبك من التخبط اللي انت بتتخبطه في الدنيا، والله ما ليه لازمه. والله يا حبيب قلبي انا شاب زيك، وبقول لك مفيش سعاده الا عند الملك. في الختام اسال الله عز وجل ان ينفعك وينفعني بهذه الكلمات. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم.